هذا البودكاست برعاية الأستاذ الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة بالتعاون مع كلية الطب البشري وكلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات خطوة بودكاست. معنا النهاردة ضيف مميز لأن هو علم أجيال كتير حاجات بعيدا كمان عن الميديسن، بيشد انتباه الطالب جدا بطرق احنا كنا بنبقى مزورين بيها. مميز جدا ان هو out of the box، ولذلك ان شاء الله تستمتعوا معنا بالحلقة النهاردة. معنا النهاردة دكتور محمد جمال، دكتور اوف اناتومي. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا نور. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا لله. سعيد جدا ان انا بعمل مع حضرتك النهارده بودكاست. انا اكتر لان انا بحب اي حاجه ممكن توصل للستودنتس، وممكن كلمه واحده او فكره واحده تغير حياه بني ادم. يس all through. لذلك احنا يعني عايزين الطلبه تعرف مين دكتور محمد جمال. لما كنا بننزل ستوريز كان الطلبه دايما تكتب دكتور محمد جمال، عايزين دكتور محمد جمال، فعايزين يعرفوا دكتور محمد جمال وصل لكده ازاي. انا محمد جمال، خريج طب اسكندريه دفعه 2004. اتعينت معيد سنه 2006، ودي كانت البدايه. الاختيار، هتختار السلك الاكاديمي ولا السلك الاكلينيكي؟ وانا دايما الحاجه اللي بحبها قوي او عارف الباشن بتاعتي ان انا ادرس او اعلم، ومؤمن ان فكره المعلم مش واحد بيديك شويه معلومات، لا، المعلم هو يعلمك كل شيء في الحياه. ازاي تفكر، ازاي تنجح، ازاي تذاكر، ازاي تبقى رول موديل، ازاي توصل لهدفك، ازاي تتخطى الصعاب، ازاي يبقى عندك اخلاق، ازاي يبقى عندك مبادئ. فهو يعني كلمة معلم بتجمع كل المعاني الكويسة علشان يخرج في الآخر برودكت. هو الخريج اللي بيتخرج من الكلية، واحنا طبعا بنتكلم على ميديسن يعني طبيب المستقبل أو حكيم المستقبل. ده حقيقي. فكان الاختيار ما بين الأكاديمي والكلينيكال، وأنا اخترت الأكاديمي. اشمعنى بقى يا دكتور؟ لأن أنا بعشق التدريس والله. حسيت إن هو ده، ودي النصيحة بقى، أنت دايما اعمل الحاجة اللي بتحبها. كان في ستيف جوبز بيقول لو انت عايز تعمل a great job in your life do what you love. فاعمل الحاجة اللي انت بتحبها. فانا مشيت بهذا الرول وعملت الحاجة اللي بحبها. فاخترت ان انا ادرس في الاكاديميك ديبارتمنت، واخترت قسم الاناتومي التشريح، وبدأت الحكاية من 2006 وانا معيد. بعد كده اخدت الماجستير في 2011، بعد كده اخدت الدكتوراه في ديسمبر 2014. وبدأت ادخل بقى المحاضرات. ما شاء الله. في أول يوم أدخل فيه محاضرة في المدرج كان البلان، ودي اللي بعلمها لأي حد، إن أنت علشان تعمل أي حاجة كويسة لازم يكون عندك بلان. ولازم تكون محدد زي ما بنقول في المحاضرة كده ILOs بالظبط، intended learning objectives أو outcomes. أنت عايز إيه من اللي قدامك؟ فأنا كنت عايز إيه من المحاضرة؟ أنا كنت عايز أعلمك شوية من معلومات الطب. تمام. وكنت عايز أعلمك السلوك بتاعك، ازاي تتصرف. وعايز اعلمك ان يبقى عندك مورالز، ان يبقى عندك اخلاق. وعايز اعلمك ازاي تفكر. طب وكان شعور حضرتك ايه اول محاضرة دي؟ لان دي يعني تبقى صعبة قوي. يعني شعور لا يوصف، وانت قدامك مدرج فيه على الاقل 700 او 800 طالب وانت واقف ماسك المايك وعايز توصل لكل واحد فيهم. انا كنت عينيا بتتحرك ما بين عيون الناس، دايما يديتكت اذا كان الناس معاك ولا لا، والاكسبريشنز اللي جواهم. from eye contact is very important. هو ده اللي بيحسسك قد ايه اللي قدامك مندمج معاك. هو شعور لا يوصف، وشعور بالفخر، شعور بالاعتزاز، وشعور ان دي هي الطريقة بتاعتك علشان تعلم الناس كل حاجة. وهل يعني اكيد في فرق ما بين اول محاضرة واخر محاضرة حضرتك اديتها؟ الطريق ده كله حضرتك مشيت فيه ازاي؟ يعني هل كانت موهبة ان حضرتك تكنترول على المحاضرة، وازاي تدينا في المنتاليتي بتاعتنا تعلي منها، ونركز معاك جدا في الاناتومي وفي كل كلمة حضرتك بتقولها، ونبقى مبسوطين، يعني مش قاعدين مثلا اللي هو لا عايزين نخلص المحاضرة، بالعكس. فالرحلة دي جت ازاي؟ انت علشان تنجح محتاج تهتم بالديتيلز. دي مهمة جدا. الديتيلز بتبدأ من أول ما تجهز الكونتنت بتاع المحاضرة. أنا عايز أوصل المعلومة. مهم جدا. أنا مؤمن بتبادل الأدوار.
اللي يخليك تنجح احنا لما نتعامل مع بعض، او العيان البيشنت والدكتور، او البروفيسور والستودنت، تبادل الادوار. انا لما باجي اجهز الكونتنت انا بفكر بعقليه الطالب مش عقليه بتاعتي انا. ترتيب المعلومات، ان يبقى فيه فوتوز تسهل الموضوع، السمبلستي في عرض الماده العلميه، يبقى ده ما يخص الماده العلميه، انا فكرت بتفكيره هو ده اللي يخليني انجح. رقم 2، احنا العقل البشري ما يقدرش يستحمل 1 اور او 40 ل 60 دقيقه من الانفورميشن، بيسز اوف انفورميشن عمال تحدفها. لا، انا لازم اعمل كاتس ان بتوين، وادخل لحاجه موتيفيشنال، حاجه لها علاقه بالحياه، حاجه لها علاقه بالاخلاق، حاجه لها علاقه بالسلوك، حاجه لها علاقه بالتفكير، حاجه لها علاقه بالنجاح. انت محتاج تقول له ازاي تنجح، ومحتاج تحسسه بقيمته، وان لازم يكون عنده سيلف كونفيدنس. انا دايما بحط كده سلايد مكتوب عليها I trust myself, yes I can. دي مهمة جدا، لان انا لو مش عندي هذا الايمان ان انا هقدر، انا مش هقدر اخطو اي خطوة من خطواتي اللي قدام. دي حقيقة. فتجهيز الكونتنت، الفواصل اللي بنحطها عشان انت عايز تعلمه حاجات كتيرة جدا، الفواصل اللي بتحطها كمان علشان انا دايما عندي كود كده بحب احطها واحكي عليها، مواقف جبر الخواطر. لان جبر الخواطر دي عبارة عن يعني الرمز، السلوجان بتاع كل حاجة كويسة في الدنيا. ما انت لما عايز تجبر بخاطر باباك ومامتك انت هتعملهم كويس وعايز تعملهم كل حاجة كويسة. علشان تجبر بخاطر البروفيسور بتاعك انت عايز تستمع له وتنصت له. علشان تجبر بخاطر نفسك انت عايز تتعلم وتبقى ناجح وتبقى في اعلى مكان. علشان تجبر بخاطر اي واحد ماشي في الشارع هتبتسم في وشه، هتقوله صباح الخير، هتطبطب عليه. علشان تجبر خاطر العيان بتاعك انت هتهتم بيه، هتبتسم في وشه، هتبقى عايز تبقى متعلم كويس علشان تعالجه كويس، هتهتم بكل تفاصيله. فالكلمة دي هي يعني كان احد الاساتذه بتوع الباطنه اتكلم انه سأل الشيخ الشعراوي على ايه اهم العبادات واحسن حاجة اعملها في الدنيا بعد ما كبرت في السن. هل الصلاة، هل الصوم، هل الزكاة، هل الصدقة، هل الصدقة؟ قال له لا، انا هقول لك حاجة تجمع كل ذلك، وهي جبر الخواطر. مش بس الكونتنت. انا كشخص، انا المحاضرة ميعادها الساعة 8، يبقى انا لازم اكون موجود قبل الساعة 8. يبقى انا كده اديته يعني هنت ان لازم تلتزم بالميعاد بتاعك من غير ما تتكلم. الانفو اندايركت، فكرة الاندايركت مسجز، التيك هوم مسجز اللي في المحاضرة is very important عن الدايركت. الشكل اللي بتظهر بيه في المحاضرة، لابس ازاي، مهتم بكل التفاصيل، من البدلة او البليزر اللي لابسه، لبس الفورمال اللي يليق بالمحاضرة بالحرم الجامعي، لحتى البرفيوم اللي بتحطه، للحلقة بتاعتك، لطريقتك، لازاي بتبدأ المحاضرة بتاعتك. مهم جدا ان انا ابدأ وكله ان سايلنس، عشان كله يبقى مهتم وكله يعني ملتزم ومركز. البوينت دي بوينت خطيرة، وهتاخدنا النقطة مهمة جدا. الطلبة اللي لسه داخلين الدفعة الجديدة سنة أولى، طالعين من مرحلة وداخلين مرحلة تانية خالص، هم مش مستوعبين هم داخلين على ايه، مش مستوعبين ازاي نذاكر، يعني ايه ميديسين، يعني عايز حضرتك توضح لهم النقطة دي، ازاي يذاكروا ميديسين، لان دي مرحلة ودي مرحلة تانية خالص. حضرتك اكيد عارف القصة دي. طبعا انا عايز اقول لك ان البداية بتبدأ دايما لما كنت ادخل محاضرات سنة اولى، زي ما انت بتقول، هو خرج من عالم المدرسة لعالم الجامعة، فبقى عندي هذا الجابينج. هو داخل ممكن يكون بيتكلم مع اللي جنبه، بيعمل دوشة، بيعمل سايد توكس. الفكرة ان انت you should set rules. انا دايما من اول محاضرة لازم اسيت رولز. فكرة ان انا ابقى ملتزم، فكرة ان يبقى الموبايلز اوف، فكرة ان انا ما يبقاش فيه سايد توكس، فكرة ان انا ابقى مركز. وحصل ان مهما بتسيت رولز لازم في ناس بتكسر هذه الرولز، ودي طبيعتنا، احنا دايما نحب نكسر رولز. ازاي بقى تتعامل مع هذا الجيل؟ في ناس بتتهم هذا الجيل ان هو جيل صعب، وجيل مش مؤدب، وجيل مش بيلتزم، وجيل مش عارف يرسبكت البروفيسورز بتاعته. انا عندي يعني وجهة نظر اخرى. الجيل ده عايز اللي يتكلم معاه، الجيل ده عايز اللي يفهمه، عايز يتكلم معاه بلغته، عايز يعلمه. اذا هو مش متعلم النقط دي، طب ما انا اعلمه، ما ده الرول بتاعي. فهحكي لك موقف امبريف كده حصل في محاضرة سنة اولى، والطلبة لسه بقى من المدرسة، ففي بدأ يبقى فيه شوية سايد توكس وشوية دوشة وانا بشرح. اي ستوبت كل حاجة،
وقفت خالص ومسكت المايك وقلت لهم دايما عشان تنجح في حياتك لازم يكون عندك فكرة تبادل الأدوار. فتعالوا نبدل الأدوار مع بعض. أنا لما جيت قبل ما أدخل المحاضرة بتاعت سنة أولى، وأنا بتكلم على سنة أولى في أول ترم في أول سمستر في أول سنة في أول محاضرة في الأناتوم، قلت الطالب اللي جاي عايز يفهم كويس، عايز يبقى كونتنت مشوق، عايز less words more photos more diagrams، لأن دايما الفوتو ميموري بتلقط الدايجرامز أكتر، والاناتومي is a descriptive science، فأنت محتاج تحط له الصور عشان الديسكريبشن يبقى سهل، مش مجرد كلام مش هتتخيله. بدلت الأدوار طبعا. وأنا بقى بعمل كده، عملت رعيت ده في الكونتنت بتاع المحاضرة، وحطيت الدايجرامز وحطيت كوتس عشان انا عايز اعلمك حاجات، عايز اوصل لك مسج ستيك هوم مسجز كتيره مش بس في الاناتومي. وجيت في معادي واهتميت بلبسي واهتميت بكل الديتيلز. 8 ل 5 كنت موجود قبل المحاضره ب5 دقائق علشان ابدا شاربلي 8، ما ضيعش ولا ثانيه. وابتديت اشرح وحطيت كل خبرتي وكل قلبي. دايما انا اقول put your heart and your soul في كل حاجه بتعملها، دايما حط قلبك في الحاجات اللي بتعملها. فانا حطيت ده كله وبدات اشرح. انا حطيت نفسي مكانك، ففي كل خطوه انا بعملها انا مكان الطالب. تبادل ادوار، حط انت نفسك مكاني بقى. انا خلصت ماجستير وخلصت دكتوراه بعد ما خلصت بكالوريوس الطب، وقعدت مجهود كبير احضر المحاضره علشان بكل باشن، عشان انا عايز اوصل لك حاجات كتير، واقف ومهتم وجاي من بدري. وممكن اكون ما نمتش طبعا وممكن اكون ما نمتش علشان اعمل لك واجهز لك الصوره الحلوه اللي تطلع لك دي، وفجاه الاقي كل الناس اللي قدامي بتعمل سايد توكس او مش مركزه معايا. هيكون احساسي ايه؟ هيصيبني الاحباط، وده هيخليني ما اكملش المحاضره. بس بالعكس انا هكمل المحاضره. السايلنس تعم المكان لاخر لحظه في المحاضره، مش لاخر لغايه سنه 5 لغايه ما يتخرجوا. خلاص هو ده الحياه. انت قدرت تتفاهم معاه من غير ما تزعق ومن غير ما تهاجم. دايما الانسان لما تهاجمه هياخد الديفنس بوزيشن ويبدا يدافع عن نفسه. لا انا مش بهاجم، انا دايما اقول لهم كده we are in the same size، احنا في نفس المركب، احنا في نفس الجهه. I'm supporting you. انا بحب دايما فكره الستودنت سنتر يونيفرسيتيز، وده جامعه الجلاله واحده من الجريت موديلز اوف ستودنت سنتر يونيفرسيتيز. هو كل اهتمامه دكتور شناوي دايما التوجه بتاعه، ودايما لما بنبقى في اي اجتماعات بيقول لنا احنا ستودنت سنتر يونيفرسيتي، احنا مركزين على الطالب، احنا الكور بتاعنا الطالب، احنا كلنا هنا بنشتغل عشان الطالب. وده اللي خلاني احب جامعه الجلاله. واتكلمت معاهم مره في المحاضره، قلت يعني ان شاء الله لاخر العمر انا هدرس في كليه طب جامعه الجلاله. دي بوينت هتاخدنا بقى لفكره ميديسين. برضه هنكمل في ميديسين مقسومه نصين، نص اكاديميك صح كده ونص براكتيكال كده. يس. ده ليه طريقه مذاكره وليه تعامل، وده ليه طريقه مذاكره وطريقه تعامل. فازاي ندمج ده في بعض؟ هل ليهم علاقه ببعض ولا الناس بتفكر الاكاديميك ملوش لازمه والبراكتيكال هو المهم، واحنا بنعمل ايه دلوقتي وداخلين سنه اولى احنا بندش في معلومات، طب احنا عايزين نبراكتس على المعلومات دي، فما بيبقوش حاسين باهميه الاكاديميك. ازاي نلينك ده ببعض، وازاي نبدا بقى نذاكر، وازاي نبدا بقى نذاكر؟ تعال اقول لك حاجه بسيطه جدا. احنا قررنا نعمل مشروع، هنبني مبنى، هنبني بيت، هنبني فيلا، هنبني مصنع، هنبني عماره سكنيه. اول حاجه هنعملها ايه؟ الاساس. ايوه. هنفضل نحفر في الارض متر ورا متر ورا متر عشان احط ايه بالظبط، زي ما انت قلت الاساس، ننزل لتحت عشان نطلع لفوق. لو انا عملت هذا البيز القوي هبني عليه دور واثنين وثلاثه واربعه وانا مطمئن. هكذا دراسه الطب. الاكاديميك ييرز، الاناتومي، الفيزيولوجي والهيستولوجي والحاجات دي هي عباره عن هذا البيز، لازم ارمي فيه وارمي فيه وارمي فيه، عشان بعد كده هو كل شيء ديبندنت في الكلينيكال ساينسز على البيزك ساينسز. الفيزيولوجي هيفهمك الجسم بيشتغل ازاي فتبدا تشوف امراض البطنه. الاناتومي هيديك الاستراكشر بتاع الهيومن بودي فتبدا تشوف السيرجري والجراحه. الباثولوجي والفارماكولوجي هيقول لك ماهيه الديزيزز، ايه امراض، والفارماكولوجي ازاي تتعامل مع الادويه وتعالج هذه الديزيزز.
فانا لو قلت لك ان لو بحط برسنتجز الاكاديميك والكلينيكال من وجهه نظر محمد جمال هقول لك 60% اكاديميك و40% للكلينيكال ساينس. حتى في امتحانات المعادلات واليو اس ام الايز والحاجات دي بيهتموا جدا 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 بالبيزك ساينس، لان هو ده اللي هتبني عليه. فتخيل لو انت بنيت اساس قوي يبقى انت خلاص نجحت. فدي ردي على اول سؤال، هو البيزك ساينسز ولا الكلينيكال ساينسز، الاكاديميك ولا الكلينيكال، دي العلاقه الوطيده والوثيقه. ازاي نبدا ما نقدرش ننكرها. ازاي نذاكر؟ فكره المذاكره دي انا مش بعتبر المذاكره دي عباره عن هم تقيل على كتافي، وده كلنا كنا بنشوف كده. في دراسات كتير اتعملت وقالوا عن المذاكره ان ده فن، بيسموه ارت اوف ستادينج. انا اديت محاضره على الموضوع ده قبل كده للستودنتس. فالمذاكره از ان ارت، وطالما اذا ان ارت يبقى لها رولز ولها قواعد، والموضوع مش مجرد كلمه، لا لا لا، الموضوع كبير جدا. ازاي اذاكر؟ اولا فكره المذاكره ان انا علشان ابيك اب المعلومه في كلمه سر لازم اقول لك عليها. repetition is a key word. repetition is a key element. repetition is a key point. تكرار. لازم اكرر واكرر واكرر. احنا عندنا ميموري. الميموري كوميوليتيف. المعلومه بقراها مره، بقراها الثانيه، بقراها الثالثه، تلاقي نفسك 30%، 50%، 70%، 80% لحد ما توصل قريب ال 100%. يبقى اول نصيحه ريبيتيشن. وده يخليني اقول ان انا اخدت محاضره النهارده، انا لو قعدت ذاكرتها في 3-4 ساعات وما قدرتش اذاكر باقي المحاضرات لان اليوم خلص مني غصب عني، وجيت تاني يوم هلاقي نفسي انا مش فاكر اكتر من 20-30% from the first time. فانا ههتم بايه؟ الريبيتيشن، بس اخلي الريت بتاعي اسرع في المذاكره. انا بقول ان الفيرست تايم جاست ريدنج، مش عايز منك اكتر من كده. النهارده اخدت 3 محاضرات، انا عايز النهارده اقرا ال3 محاضرات جاست ريدنج. اند في ويك اند، في يوم اجازه، في لونج داي فاضي عندي، ابدا اذاكر المره الثانيه بقوه اكتر. ابدا بعد كده اذاكر المره الثالثه مع كويز، فورماتيف كويز. ودي برضو ميزه جامعه الجلاله، احنا عندنا دايما الكونتينيوس اسسمنت. مفيش حاجه اسمها امتحان بصور فيه في الامتحان ده تحدد حياتك، لا، انا عندي كونتينيوس اسسمنت من كويزز، من ميد تيرمز، من اوسبي، من اوسكي، من ام سي كيوز، من شورت اسيز، كل انواع الكويستشنز، كل انواع الايفالويشن والاساينمنتس والبروجكتس ولما عملنا البوسترز دي حاجه بقى اللي هي بيبقى ميكس ما بين التيم وورك وما بين ان انت تدور على معلومه مش موجوده معاك في الكوريكولم، وبين المعلومه الموجوده معاك في الكوريكولم وبيشارك فيها كل ستاف ممبرز. فبيبقى انا بعتبر البوسترز ده يوم احتفال. ما اعتقدش ان في جامعه في مصر بتعمل كده. جامعه الجلاله از يعني بايونير في الموضوع ده. فلو لاحظت كل حاجه احنا بندور على السن ازاي نبقى مميزين، وازاي ان البرودكت بتاعنا الميديكال ستودنت اللي هيبقى فيوتشر فيزيشن يبقى على ليفل يقدر ينافس ناشونالي. هل طريقه المذاكره حضرتك قلت حاجه خطيره جدا، يا رب الطلبه تمشي عليها، ده في الاكاديميك والبيزكس والكلام ده كله، ولا ده ايفن في البوست؟ يعني خلاص بقى، يعني ما فيش مثلا طريقه مذاكره مختلفه لما ندخل الكلينيكال او الكلام ده كله؟ ما فيش. لا بس عايز بقى ادي نصيحه في كذا ريسيرش اتعملوا الميمورايزيشن. انا افتكر قد ايه من المعلومه، فعملوا كذا جروب كان بيقرا المعلومه فروم ذا بوك، لقوا الريتنشن بتاع المعلومه او الميمورايزيشن 20 30 35%. جروب تاني كان بيسمع للكتشر ويشوف المعلومه، فبقى يسمع ويشوف ويركز، فبقى الريتنشن والميمورايزيشن 40 45%. الجروب الثالث كان بيعمل واتس كولد جروب ستادي. فكره ان انت رايح في الاتوبيس، راجع من الاتوبيس، قاعد في الكامبس بتاع الجامعه، بتتقابلوا في النادي في الويك اند، ليه ما اخليش جزء من اللقاءات دي ان احنا بنذاكر حته مع بعض، بنتناقش في حته من الساينسز بتاعتي اللي بدرسها. المذاكره لما تبقى في الديلي روتين بتاعك مش هتبقى هم تقيل، انت هتبقى حاجه من مكونات يومك. لايف ستايل. انا عايز ادخل المذاكره ان ماي ديلي روتين، تبقى جزء من حياتي، جزء من كاريري، جزء من كياني. ازاي نذاكر؟ طيب ماشي، لسه فاضل لي نقطه صغيره عايز اقولها لك. لقوا بقى ان اعلى ليفل من الريتنشن والميمورايزيشن بيوصل ل 85% امتى؟ لما انت تذاكر المعلومه
and you explain it to your peers your colleagues. انت لما بتيجي تقرا المعلومه بتبقى مركز جدا جدا علشان تقدر تشرحها كويس your peers and colleagues. فدي ده بس احنا مش بس هنعمل جروب ستادي، لا انا هذاكر المعلومه واشرحها لاصحابي وزمايلي. كده بقت في جزء من الصداقه وجزء من الزماله وجزء من المعرفه اللي ما بيننا بتخدم عليا في المعلومات بتاعتي وبتخدم على الدراسه بتاعتي والكليه. احنا كده جمعنا يعتبر طرق المذاكره كلها، او اللايف ستايل بتاعنا يبقى ماشي ازاي في الحياه الجامعيه. بس ازاي بقى ندخل الامتحان ونحل؟ لان في مشكله كبيره جدا بتقابل الطلبه، يقول لك انا مذاكر بس يجي يدخل الامتحان ما بيبقاش عارف يتعامل مع الامتحان. فالويك بوينت دي بتبقى جايه منين؟ خليني اقول ان انا لما اتكلم على موضوع الاكزامز how to behave with exams هقول ما قبل الاكزام و the day of the exam in the morning و during the exam. ما قبل الاكزام فكره ان انا اذاكر بالطريقه اللي قلناها وده هيعمل لي ريتنشن للمعلومه. فكره ان انا لازم اعمل رول بلاي. اعمل رول بلاي ازاي؟ ودي برضو من الحاجات الحلوه قوي في جامعه الجلاله عندنا في كليه الطب. بنعمل ايه؟ فورماتيف كويزز. لازم تبقى عندك فورماتيف اكزام وفورماتيف كويز سيم لايك اللي هتشوفه في الفاينل اكزام والميد تيرم والاكتشوال اكزام. ده الرول بلاي ده هيخليك الرهبه تروح، هيخليك تعدل طريقه مذاكرتك لو بتذاكر بطريقه غلط، هيخليك تبقى عارف هو المطلوب منك تعرف ايه، المفروض انا هسألك في ايه المين بوينت المفروض حضرتك تطلع بيها. يبقى واحد ما قبل الاكزام المذاكره، 2 الفورماتيف كويزز والفورماتيف اكزامز اللي بتحصل، 3 ان انا لما اجي اذاكر المعلومه انا عندي 3 ايام قبل الامتحان. انا دايما كنت اعمل كده، لازم الدي بيفور ذا اكزام اكون خلصت كل مذاكرتي. لازم in the day before the exam I should revise كل الداتا quickly. فلازم ابقى عامل حسابي ان اليوم اللي قبل الامتحان او حتى نص يوم لو الموضوع زنقه شويه انا خلاص خلصت مذاكرتي وبفر الحاجات، يبقى اريفايز الحاجات، لان الحاجات اللي ذاكرتها في بدايه المده اللي هي بقى يومين 3 اسبوع اكيد انا نسيتها. فانا محتاج اسيب 1 day اللي هي بيسموها ليله الامتحان، ودي اخطر حاجه. 1 day او have a day او one night I quickly revise all data. دي مهمة جدا جدا جدا، ودي حاجة of utmost importance. ولما عملوا عليها دراسات لقوا اللي بيقدر يريفايز الكويك ريفيجن دي the day before the exam هو ده اللي هيبقى الميموريزيشن بتاعه اعلى برسنتج وهيعمل كويس في الامتحان. طيب نكمل ليلة الامتحان، هننام ونصحى الصبح على الامتحان، دي امبورتنت وغلطة كلنا بنعملها. ما انام بطبق عشان بذاكر، انام نص ساعة، انام ساعة، مشكلة كبيرة. الميموري بتعتمد على السليب. لو انا رحت في ديب سليب على الاقل نمت لي من 4 ل 6 ساعات، هنقول 4 ساعات لان 6 ساعات هتبقى تقيله شويه في ليله الامتحان. ال4 ساعات دول انا دخلت في ديب سليب، النيورونز بتاعتي اشتغلت كويس، الحاجات اللي مسؤول عن الميموري اشتغلت كويس جدا، فبقى عندي اجود ميموري. فكل الحاجات اللي ذاكرتها في الكام داي اللي بيفور ذا اكزام هقدر اميمورايز واعمل كويس في الامتحان. طب انا لو ما عملتش كده هبقى في اريتابيليتي، الكوندكشن وكل النيرف امبلسز شغاله في المخ فيها لخبطه، واحيانا بتلاقي نفسك عارف المعلومه بس مش قادر. ده اللي بيقهر ان مجهود سنه انا عارفها. انت بقى تعرف انت بتلاقي نفسك افتكرت المعلومه لما تخرج من الامتحان. ليه؟ ستريس الاكزام مخليك كل حاجه في جسمك والسيمباثيتك سيستم شغال كويس جدا، فانت مش قادر تفتكر. اول ما يحصل ريليف وتخرج تفتكر، اول ما يحصل ريلاكسيشن خالص كده بتفتكر. دي مشكله. لازم النوم in the morning during the exam. لازم اكل كويس، حاجه يكون فيها انتي اوكسيدنت، يكون فيها فاكهه، يكون فيها حاجه تساعد النيورونز بتاعتك والسيلز بتاعتك تشتغل كويس جوه الامتحان. ده مهم. ازاي اكنترول على نفسي جوه الامتحان؟ اولا لازم ابقى جوه الامتحان احافظ على هدوء. ابدا بدايه طيب، اسمي الله كده وافتح الورقه بتاعتي وانا ماشي. او احنا دلوقتي عندنا برضو في جامعه الجلاله كل الامتحانات الام اس كيوز الكترونيك، ودي حاجه جميله جدا بتسهل. وده السيستم في اي امتحان معادله، انت بتمتحن الكترونيك، فلازم احنا بندربك ايرلي في البيبي ستيبس بتاعتك. انا بجاوب السؤال
اذا السؤال انا عارفه وجاوبته وقريته كويس، اقرا الستيم بتاعه كويس واشوف التشويسز اخترته. طب انا وقفت في السؤال مش عارفه، على طول انقل السؤال اللي بعده واسيبه، احط عليه علامه واسيبه. لان انا لو قعدت مركز في هذا السؤال، دي طبيعه الانسان، هتفضل مركز جوه السؤال كله ومش هتنقل للسؤال التاني. فانت التايم فريم يا جماعه لو سمحتوا، التايم فريم during the exam هو ده اللي بيخليك تجيب اعلى الدرجات او تضيع الدنيا رغم ان انت مذاكر كويس وبني ادم كويس. التايم فريم ارجوك، وده في حياتك كلها. التايم فريم لما تحافظ عليه هترتاح وتوصل للتارجت بتاعك. يبقى السؤال ما عرفوش ايسكيبت، اكمل وارجع تاني بقى للاسئله اللي انا مش عارفها. وارجوك بعد ما اخلص اجابات الامتحان في اخر 5 دقائق ما جيش بقى ايه غير 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 نص الامتحان. وانس ان انت اخترت الانسر خلاص. يس، وانس ان انت فكرت وركزت واخترت، بليز دو نوت تشينج يور انسر. لان في الاخر انت بتبقى irritable وبدات معلوماتك تتلخبط وقطعت شوط في الامتحان وبدات الطاقه والجلوكوز بتاعك يخلص وهتبدا اللخبطه بتاعتك تخليك تغير from the right to the wrong. موستلي بيبقى كده، وكلنا هذا الرجل كلنا تعرضنا لما كنا ستودنت وبنتعرض، ما زلنا بنتعرض. بالظبط. الشورت اسز ابقى لازم اكون فيها اقرا السؤال كويس اللي بيقول لي انيوميريت كذا، منشن كذا، ليست كذا، اكون محدد. لان دايما اسئلتنا احنا متعودين كده في كليه الطب جامعه الجلاله، السؤال بيبقى محدد بالبوينتس بتاعته، فيري كلير في اللانجوج بتاعته. فخلاص انا اقرا السؤال كويس واجاوب البوينتس از اللي مطلوب، ما اقعدش بقى اسهم في الديتيلز. ده بيخليني ايه؟ اسهف في سؤال او 2 من ال5 6 10 اسئله، الاقي نفسي الوقت خلص بتاع الشورت اسي وما كملتش. عايز وقت زياده يا دكتور؟ تايم فريم. التايم فريم دايما بنسمعها الاولى والاخيره، يقول لك انا عايز وقت زياده. طب 5 دقايق، طب 5 دقايق. طبعا بالظبط. التايم فريم انا ايفن الموضوع التايم فريم ده بطبقه في المحاضره. لازم ابقى عارف ان الكونتنت بتاعي زمن المحاضره 100 دقيقه، يبقى انا لازم اكون مخلص في اقل من 100 دقيقه، ادي سبيس للستودنت وسبيس للبروفيسور اللي هيدخل. حضرتك اخدتنا في رحله ممتعه جدا من اول ما دخلنا الجامعه لغايه ما خلصنا هو الحمد لله. تمام. اخر حاجه ممكن هنتكلم فيها ان شاء الله عشان وقت حضرتك، ازاي نحضر نفسنا لسوق العمل. يعني في المنطقه بتاعت الاكاديميك بتاعت حضرتك انك دكتور، وهل ديت ان انا اشتغل عليها ازاي؟ انميها ازاي؟ محتاج ايه؟ هل من الكليه ولا من بعد الكليه؟ فيعني انا عايز حضرتك توضح لي ازاي. مثلا يعني انا بشوف حضرتك رول موديل بالنسبه لي، فازاي اتبع الستبس عشان ابقى زي دكتور محمد جمال، يعني كمضمونا اكيد ما بقاش كوبي بيست ان شاء الله. لو احسن هقول لك، هو الموضوع هيبدا من الييرز وانت يعني يونيفرسيتي ستودنت او في الكوليدج او في الفاكولتي. بس انا دايما عندي نصيحه. انت دلوقتي وانا لما كنت قدكم في كليه الطب كان دايما عينيك على المستقبل. انت بتبص بفيو بعيده شويه، احيانا ممكن تخليك تضيع اللي انت بتعمله علشان تركز وتفكر في اللي جاي وفي المستقبل ولما اتخرج والمعادلات وعايز اسافر وعايز اوصل للي انا عايزه ومش عايز اقعد في مصر. طب التخصص، طب هتخصص ايه؟ انا دايما بحب ابقى مرتب في خطواتي وستيب تؤدي الى ستيب. انا اعمل ايه في سنوات الدراسه؟ انا محتاج اجمع حاجتين، اكبر قدر ممكن من المعلومات، لان الداتا دي هي عباره عن الكرنسي بتاعتك. كل ما هيبقى عندك اكاديميك بيز وداتا سواء في البيزك ساينس او الكلينيكال ساينس، ده هيخليك تعرف تتعامل مع العيان بعد كده، تشخصه تشخيص مظبوط، تعالجه علاج مظبوط. يبقى I collect information as much as I can من المحاضرات ومن السكاشن ومن البوسترز ومن الاساينمنتس، حتى من قراءتي انا. لان يعني انا كنت في دايما يبقى عندي كده، يبقى عندي ريفرنس مرجع كبير انا بقرا بينه في وان تايم عشان ابيك اب اشوف المعلومات. ممكن تبقى ديتيلز اكتر شويه بس بتسهل لي الديتيلز اللي انا بدرسها جوه الكليه. رقم 2 اجمع درجات. لازم يبقى عندي من الدرجات، لان هي دي الكرنسي بتاعتي لما اجي بوست جراد واتقدم عشان اسجل دبلوم او ماجستير او دكتوراه او واتس ايفر اي حاجه. الله ينور عليك. احضر نيابات، احضر زمالات، كل ده معتمد على الجريدز بتاعتك. ففيري امبورتنت اكولكت داتا اند انفورميشنز من طب واكولكت ماركس. طب ايه ممكن اعمله باراليل يفيدني؟
ان انا اتعلم لغه. اي لانجوج، لو انا عايز اسافر المانيا يبقى اتعلم الماني، عايز اسافر فرنسا اتعلم فرنساوي، ودول اللغه از بيزك اكتر من كده هو في الاخر هتقدر تشتغل. والانفو هنا زي الانفو هناك، هي بتفرق اللغه. اكسلنت. فهتبقى اللغه دي الحاجه الوحيده اللي ممكن لو عايز اعملها باراليل. في ناس بتعمل الستيب 1 من اليو اس ام اي بتاع المعادله الامريكيه بعد سنين الاكاديميك، بس انا بقول ان بعد ما بتدرس الكلينيكي انت بيبقى جزء من البيزكس بتتعاد تاني بصوره مختلفه، فهتخليك تفهمها افضل واكبر، وهتخليك متمكن اكتر. فانا رايي المتواضع، وخصوصا بعد موضوع او السيستم بتاع 5+2، ان انا عندي 2 years of training. الهاوس اوفيسر بقى 2 years، فانا عندي much time ان انا اقرا فيه واحضر المعادلات فيه واحضر الزمالات فيه واشوف الفيرذر ستيب في مستقبلي. فانا عايز اركز في ال5 سنين اكولكت الداتا واكولكت الماركس على قد ما اقدر، علشان هي دي الكرنسي بتاعتي اللي بعدين. وبعد ما اخلص ال5 years during التريننج، لان هيبقى عندي much time اشوف بقى اليو اس ام اي او اشوف البلاب او اشوف. عندنا 5 ترمات صح كده، اللي هم الكلينيكال، فهل في وقت ان احنا نحضر لليو اس ام اي؟ ما هو الداتا اللي انا بجمعها دي واذاكرها كويس هتبقى جزء لا ينفصل من التمهيد للامتحان. بس انا بقيت مركز مش مشتت، انا ام فوكسنج على الحته دي، لان انا لو بدات اشوف الامتحانات التانية والمعادلات التانية انا هخرج بره نطاق المنهج، وانا ما عنديش رفاهيه الوقت، التايم فريم زي ما قلنا قبل كده. ديورنج بقى ال2 years اقدر بقى اشوف اليو اس ام اي، اشوف البلاب، وزي ما قلت لك الحاجه الوحيده اللي ممكن اقول لك تمشي بارلل في ال5 years اللغه الالماني او الفرنش، اللي بيبقى الدول اللي لازم تتعلم اللغه بتاعتها الانجليش تدرس فيها. مسافر انجلندا او عشان الامتحانات اللي هي بتاعت اتس اوكي، اللغه بارلل مع دراسه الطب. طيب بعد بقى انا هعمل ايه، اتخصص ايه، اعمل ايه؟ انت لما بتدخل سوق العمل وتدخل 2 years of training انت بتشوف كل التخصصات قدامك، لان انا ما اقدرش احدد بروفيجنالي من الاول، انا ما شفتش. لما تعيش جوه الحياه دي تفكيرك كله بيختلف. كلنا كنا بنفكر في اتجاه واتغير الاتجاه تماما، لان لما بشوف على ارض الواقع واتعامل مع البيشنس وادخل جوه ماهيه هذا التخصص، ساعتها بيكون تفكيري بقى وصل من النضوج، ان لما احتك بقى بالواقع الفعلي انت ما تقدرش تقرر الا لما تعيش التجربه. فساعتها هقدر اقرر التخصص بتاعي، واقرر هقعد هنا ولا اسافر، واحضر الزماله او المعادله بتاعتي. ودايما اقول ان لما تتخرج ان شاء الله، احنا مش عارفين هتخرج امتى على حسب الدفعه، كل القوانين بتتغير. يو اس ام اي بارت 1 بقى ايه؟ باسور فيل، ما بقاش بجريد. بارت 2 دلوقتي كمان هيبقى خلاص بعد نهايه 25 على 26 هيبقى باسور فيل. فالقوانين بتتغير، فخليني اخد التجربه دي في الوقت المناسب. التوقيت المناسب ده برضو من نقطه مهمه جدا. دي بوينت عظيمه، وانا حابب يعني يا رب تكونوا استفدتوا معانا النهارده مع الدكتور محمد جمال. مش عايز اطول على حضرتك، وهنختم باخر حاجه دايما بنختم بيها مع الضيوف. حضرتك هتبص للكاميرا دي وتقول الكوت المفضله بالنسبه لك، يعني تدي نصيحه للطاقم. هو حقيقه ده هيبقى فيه كوتس كتيره جدا، بس انا هقول 2 كوتس مع بعض. ال2 كوتس واحده منهم بتقول try once more time. انا مؤمن ان علشان تنجح في الدنيا في اي حاجه، هو المحاولات اللانهائيه، مش 1 ولا 2 ولا 10 ولا 20 ولا مليون. try once more time. كل ما تحاول محاوله وتفشل حاول الاخرى. كل ما تحاول محاوله ولا تصل للبرفكشن فيها حاول الاخرى. كل ما تحاول محاوله ولا تصل للديستنيشن بتاعتك او الهدف بتاعك او التارجت بتاعك حاول محاوله اخرى. احنا شفنا امثله كتير في كل الناس اللي نجحوا، بتاع ماكدونالدز او الراجل بتاع علي بابا لما عمل الستور على الانترنت بتاعه. الناس دي حاولت محاولات كتيره جدا وما يأسوش. فتراي once more time. وهربط معاها واحده كمان بتقول ايه؟ do not stop when you are tired. stop when you are done. اوعى تتوقف وانت مرهق، لان الحياه كلها تعب. مفيش حاجه ابدا سهله في الدنيا. فحضرتك اوعى تقف وانت تعبان. اقف لما تنتهي من الهدف بتاعك، اقف لما تنجز المهمه بتاعتك، اقف لما تحقق اللي انت عايزه، لان ده هو اللي هيشعرك بالسعاده
وهيشعرك بالفخر، وهيخليك حاسس ان انت عملت كل اللي انت المفروض وعايز تعمله. يبقى لو لينك موضوع try once more time مع ان انا لن اتوقف حتى انجز ما احبه، لن اتوقف حتى انجز الهدف اللي انا عايز اوصل له، يبقى انا كده I did a great job in my life. شكرا جدا يا شكراً. دكتور، وانا كنت سعيد ان انا عملت مع حضرتك بودكاست ونورتنا وشرفتنا. الف شكر. سعيد جدا، وانا اللي سعيد جدا ويعني انا مبسوط من الفكره اللي انتوا عملتوها، ومبسوط قوي من الاسم كلمه خطوه. احنا كل حياتنا عباره عن خطوات، خطوه بتسلم الثانيه، ستيب لفيرذر ستيب، بيبي ستيبس اللي هو في الاول واحنا صغيرين لحد ما توصل للجريت ستيبس لما تطلع لسوق العمل وتوصل للهدف بتاعك. فالاسم جميل ويشجعك ان انت لازم تمشي بالخطوات بتاعتك عشان توصل لهدفك. والنهارده يعني انا في قمه السعاده والله. واتمنى ان الفيديو اللي احنا بنسجله والبودكاست يوصل لكل الناس في كل مصر، لان انا كان عندي هدف من زمان ان يبقى في حاجه في مسج توصل لكل طلاب الطب في مصر. يعني يا ريت في كل العالم، ان انت بتقول له ازاي يبقى عندك هدف، ازاي تذاكر، ازاي تبقى طبيب كويس. وعايز قبل ما اختم معاك اقول الكلمه اللي قالها دكتور مصطفى محمود: من السهل يبقى عندك علم، من الصعب يبقى عندك اخلاق. فارجوكوا، مهم قوي موضوع الاخلاق، المورالز والجود اثكس والكود اوف اثكس. لما يغلف الطب ويغلف اي حاجه انت بتعملها في حياتك، هيبقى هو ده البرفكشن. الاخلاق هي اللي هتخليك دايما رحيم بالبيشنس، رحيم بالناس، دايما متوجه في الجود سايد. عدم وجود الاخلاق ممكن العلم ده يستخدم في الباد سايد. حتى لما صنعوا الحاجات النوويه والهيدروجينيه والكلام، انت لو وجهتها في الجود سايد هتبقى انتاج الطاقه وتعمل لك ثوره في انتاج الطاقه في العالم. لكن لو وجهتها الباد سايد انت هتدمر العالم. فالاخلاق لما تغلف العلم ده يبقى النجاح المطلق. شكرا جدا يا دكتور. شكرا جدا.